هنعمل اللحمة بالبصل بتاعة الأفراح والعزومات والمناسبات. هنعملها زي ما بناكلها في المطاعم أو في الأفراح بالظبط، وطريقة التسوية الصح من أول سلق اللحمة لحد الصوص البني اللي بيبقى موجود كده مع اللحمة، ما بيبقاش تقيل ولا خفيف. وهنقول شوية معلومات وتركات مهمة خصوصا للمبتدئين، هتطلع معانا تحفة وأحلى 100 مرة كمان من اللي بتاكلوها بره. مفيش حد هيدوق منك اللحمة دي إلا ولازم يسألك على طريقتها ومعمولة ازاي. عندي حوالي كيلو ونص كده من اللحمة البتلو، وأنا مشكلاها أو مجمعاها. مش جايباها من قطعية واحدة، وهي عموما لحمة بتلو فهتستوي معايا كويس. يعني أنا جايبة شوية من وش الفخدة، وبرضو شوية فيهم عظم كده عشان الشوربة أو المرقة تطلع معايا طعمها حلو. المنكهات اللي احنا هنحتاجها عشان تدينا شوربة ومرقة طعمها حلو، عندي كام ورقة من اللورة، وكام فص من الحبهان، وكام فص مستكة، ومعلقة صغيرة مليانة من الفلفل الأسود. وبس كده. خلي بالكم الحبهان تضغطوا عليه شوية عشان الفصوص اللي جوه هي اللي هتدينا طعم حلو، يعني حاولوا تفتحوا الحبهان شوية. هحتاج كمان بصلتين وسط وجزراية كبيرة متقطعة صغير وطماطماية. الطماطم اختياري بس بتدي طعم زي السكر للشوربة. هجيب حلة كبيرة وهملى 3/4 مية، وهضيف الأول النكهات اللي احنا قلنا عليها والخضار عشان تاخد غلوة. لازم المية تكون بتغلي كويس جدا قبل ما ننزل من اللحمة، والخطوة دي مهمة خصوصا للناس اللي بتشتكي ان اللحمة بتطلع معاهم مجلدة، او ليها ريحة كده او طعمها مش حلو. عشان بننزل باللحمة والمية باردة. لازم المية تكون بتغلي، وما بنزلش كمان بكمية اللحمة كلها مرة واحدة. انا كمان بضيف المنكهات الاول والخضار اللي احنا مقطعينه ياخد غلوة مع بعض، وبنزل كده باللحمة واحدة واحدة. يعني بنزل بربع الكمية واستنى المية تغلي معايا تاني، وبعدين بكمل لحد ما اخلص الكمية كلها. وكل ده على نار عالية، مش بهدي النار خالص دلوقتي. ده هيطلع معايا شوربة صافية. وكمان ما بزودش المية زيادة عن اللزوم عشان الشوربة كده تطلع معايا مركزة وطعمها حلو. في ناس كتير قوي بتعمل كده، تجيب حلة كبيرة وتملاها كلها مية وتحط فيها اللحمة عشان يبقى فيه شوربة كتير. لا، الشوربة كل ما تكون مركزة او مية قليلة هتديكي شوربة مركزة ومرقة طعمها تحفة. لازم بسيب اللحمة الاول تاخد غلوة كده اول 10 دقايق، مش بهدي النار خالص عشان زي ما قلتلكوا كده تشد وتتشمع وما تلحقش تنزل العصارة بتاعتها، وكمان تديني شوربة صافية ولونها حلو. هوريكوا كمان اللحمة لما تستوي لون الشوربة بتاعها هيطلع عامل ازاي. بهدي النار بعد 10 دقايق، وزي ما انتم ملاحظين كده مفيش حاجة طلعت فوق الوش ولا ريم ولا حاجة، لان المية بتغلي واللحمة ملحقتش تنزل العصارة بتاعتها. شايفين المية صافية وحلوة ازاي؟ بهدي بقى بعد 10 دقايق كده بعد ما اللحمة خدت غلوة، بهدي الحرارة على درجة حرارة متوسطة، وبغطيها بنص غطا عشان ما تفرش. اضافة بقى عشان اللحمة تطلع معانا حلوة، نص معلقة صغيرة خالص من السكر، مش معلقة كبيرة ولا معلقتين، هو على طرف المعلقة كده شوية سكر هيخلوا اللحمة تطلع معاكي دايبة وطعمها زي العسل. يبقى هنسيبها قد ايه على حسب قطعية ونوع اللحمة بتاعتكم. يعني هي عشان عندي اللحمة بتلو فما اخدتش معايا وقت كتير، بس انتوا يعني بعد ساعة الا ربع كده او حاجة تبصوا عليها، تاخدوا حتة لحمة كده في طبق او في معلقة وبالشوكة كده، لو ما تتقطع معاكم يبقى هي كده خلاص تمام استوت وبقت زي الفل. بصوا بقى الشوربة طالعة لونها تحفة ازاي، وصافية خالص كده، ومفيش كمان كان ريم ظهر او حاجة. حتى لو في حاجة ظهرت بنشيلها من فوق الوش، لكن عشان اللحمة نزلت في مية مغلية شدت وشمعت وملحقتش تنزل العصارة بتاعتها، وده اللي بيطلع معايا لحمة دايبة وعاملة زي الزبدة. ودي بقى تعملوا بيها كل حاجة، تعملوا بيها لسان عصفور، تعملوا بيها الرز، تسقوا بيها محشي، تعملوا بيها كده طاجن رز معمر زي اللي هنعمله ان شاء الله الفيديو اللي جاي مع بعض. انا عملته جنب اللحمه دي على فكره وكان طعمه خطير، المرقه طالعه رهيبه والشوربه صافيه وريحتها وطعمها يجنن. بصوا اللحمه ازاي فكه من بعض وطالعه فاتحه كده، مش غامقه ولا مجلده ولا بتشد معانا، وعامله زي الزبده. وطبعا بالنسبه للملح انا ملحتها بمعلقه كبيره وقلبتها، لكن انتوا ملحوها حسب ذوقكم، يعني دوقوا كده الشوربه وشوفوا هي محتاجه ملح اكتر او لا، حسب ما انتوا بتحبوها. في طاسة بقى كبيرة بحط معلقة كبيرة كده من السمن، ما نزودش قوي الدهون عشان الشوربة بتاعتنا دسمة فما تبقاش تقيلة زيادة عن اللزوم. وبشرت 3 4 بصلات كبار مبشورين ناعم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هقلبهم الاول كده في السمن، وهرش عليهم شوية من الملح، وهضيف معلقة كبيرة من بودرة الثوم،
وكمان معلقة كبيرة من بودرة البصل. ده هيساعد البصلة انها تاخد معايا لون بني حلو. انا مش عايزة البصلة تاخد لون ذهبي غامق، لا انا عايزاها تاخد لون بني غامق، عشان ده اللي هيديني صوص بني وهيدي للحمة لون حلو زي ما شفتوه كده في اول الفيديو. بنقلب البصلة لحد ما توصل لدرجة اللون اللي انتوا شايفينها دي، وممكن كمان تغمقوها عن كده، بس مهم ما تغمقش زيادة عن اللزوم عشان ما تمررش. وباخد بقى اللحمة المستوية بتاعتنا، بحاول طبعا بصفيها على قد ما اقدر كده من المية، وبنزل بيها عشان اقلبها مع البصلة وتاخد تحميرة ما تطلعش كده لونها فاتح. بوسع كده في نص الطاسة الحركة المعتادة بتاعتنا، وهضيف فصين من التوم برضو، اللي هو التوم الطازة مش بودرة توم، ده برضو بيدي نكهة للصوص وطعم تحفة. بقلبهم الاول كده في نص الطاسة لحد ما التوم تطلع ريحته، وبعدين بقلب كله مع بعض. هنبهر بقى بايه، بشوية من الفلفل الاسود وشوية من البابريكا، وعندي كمان شوية من جوز الطيب وشوية من البهارات المشكلة. البهارات المشكلة دي بيبقى فيها حبهان، ورق لورا، وكمان فيها قرفة وتشكيلة كده من البهارات بتاعة اللحمة، بتدي نكهة وطعم رهيب. اي بهارات مشكلة او بهارات لحمة موجودة عندكم هنضيف معلقة صغيرة زي ما شفتوا كده، هتدينا طعم تحفة. وبقلب اللحمة مع البصلة مع التوابل اللي احنا حطيناها لحد ما كله كده يتحمر وياخد لون حلو من الطاسة. بعد كده بشيل اللحمة في طبق على جنب. في نفس الطاسة بنزل بقى بالخضار اللي هيدي طعم تحفة للحمة دي. عندي بصلاية كبيرة، انا بفضل البصل الابيض على فكرة في الخضار، بس ما كانش عندي، لقيت دي اخر بصلاية متقطعة كده جوانح. وعندي كمان جزراية مبشورة ناعم خالص، وشوية من الفلفل الالوان، على حسب بقى الخضار اللي موجود عندكم. بدبل الاول الخضار في الطاسة كده لحد لما ياخد من المرقة وياخد كده تحميرة او تشويحة بسيطة، وبعدين برجع انزل عليه اللحمة اللي احنا شلناها على جنب تاني. بقلبهم الاول مع بعض وبسقيهم بقى بالشوربة اللي احنا سلقنا فيها اللحمة. بحط شوية شوربة، قد ايه، شوية حلوين كده زي اللي انتوا شايفينهم دول، تقريبا كده كوبايتين. ولو حسيتوا ان اللحمة شربت الشوربة ومحتاجين صوص اكتر ممكن تزودوا لحد ما تحسوا ان هي كده مظبوطة. بسيبها تاخد غلوة، هتلاقوا الصوص شرب بقى من اللحمة والخضار ده وتقل معاكم. الناس اللي بتحب الصوص يبقى اتقل من كده هتدوبوا معلقة صغيرة من النشا في شوية مية من الحنفية وتحطوهم على الكلام ده وتسيبوهم ياخدوا غلوة. لكن انا شايفة ان الصوص كده مناسب، وطالع طبعا واخد لون تحفة من التحميرة والبهارات اللي احنا حطيناها. ريحة اللحمة هنا ملهاش حل، ريحتها وطعمها يجنن. ما بسيبهاش كتير لان خلاص عندي كل حاجة مستوية، يعني 3-4 دقايق كده بس كله يتشرب من بعض. خطوة اخيرة بقى هتاخد اللحمة دي في حتة تانية خالص. بكون مولعة كده فحمة صغيرة على البوتاجاز، بحطها كده في الحلة وعليها معلقة من السمن، وبغطيها وبسيبها 10 دقايق. دي بتفرق جدا في طعم اللحمة وبتديها نكهة وريحة تحفة. هي اللي بتفرق وهي اللي بتخلي اللحمة يبقى ليها طعم مختلف عن الكباب الحلة او يعني عن اللحمة اللي هي العادية. قدموها بقى بالطريقة اللي تعجبكم، يعني دي لحمة بقى ففننوا كده في التقديم. انا رشيت عليها شوية من البقدونس المفروم كتزيين كده، وطبعا شكلها تحفة مع الخضار وريحتها وطعمها كان رهيب. عملت كمان معاها طاجن رز معمر بنفس الشوربة او المرقة اللي احنا سلقنا بيها اللحمة، وكان طعمه وهمي بجد. ان شاء الله هينزل لكم قريب الفيديو اللي جاي، وتعالوا كده نقطع اللحمة مع بعض ونشوف شكلها عامل ازاي. بصوا اللحمة دايبة، مش محتاجة ولا سكينة ولا حاجة خالص، هي بتتقطع معايا بالشوكة. وكمان الصوص بتاعها ده طعمه رهيب. متأكدة ان شاء الله انتوا لو جربتوها هتعجبكم جدا، وترجعوا تكتبوا لي في الكومنتات كالعادة. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة.